السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد ومشكلة جديدة من المشاكل اللي بتتواصلوا معايا وتبعتوها لي على الفيسبوك، انستجرام، تويتر، اسمع كلام ستك، وعلى صفحة ست كمان الموجودة على الفيسبوك، والرقم بتاع الواتساب اللي موجودين تحت في التقفيصة بتاعة الوصف. تقدروا تبعتوا لي وين ما باتكم. اختي والله مره خليجيه والله. المهم، يلا نبدا في المشكله بقى عشان انا رجايه قوي. تعالي اسمح مره حلوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا ست؟ وانا محتاجة رأيك ورأي متابعينك جدا، علشان المشكلة اللي انا هحكيها لك دي ليها تبعيات كتيرة قوي عليا. انا يا ست كنت متجوزة من اكتر من 20 سنة راجل تقدري تقولي ان هو سيء بكل معاني، ضرب وشتيمة وبهدلة، وكان مطلع عيني لدرجة يا ستو ان كنت كتير قوي بمشي في الفجر واسيب له البيت. وساعات لما كان اهلي يقولوا لي ما تغضبيش وما تسيبيش جوزك، كنت بمشي واقعد في الشوارع باليوم واليومين لحد لما ارجع تاني البيت، لاني ما كنتش بلاقي حتة اقعد فيها. انا الحمد لله يعني كنت متعلمة تعليم متوسط، وكنت كل شوية اتحايل عليه اني اكمل تعليمي، وكان دايما يقول لي يعني انت فالحه قوي هتعملي ايه بالتعليم. وكنت كل شويه اقعد ابص على الناس اللي حواليا واصحابي وكده، واشوف هم وصلوا لفين وانا وصلت لفين. بقى كل همي ان انا اراعي عيالي. نسيت اقولك ان انا عندي ولد وبنت ربنا يحميهم. البنت دلوقتي في الجامعه والولد في ثانوي، وجوزي ده بقى يا ستو اتوفى من حوالي 4 سنين. تصدقي وتأمني بالله ونعم بالله ان انا فرحت جدا ساعة لما مات، بس كانت حاجة واحدة اللي مضايقاني، الهم والحمل اللي عليا. نسيت اقولك حاجة كمان، ان انا لما ولادي كبروا غصبت عليه ان انا اتعلم، لان ما كنتش بقدر اتابع ولادي. وفعلا يا ستو كملت تعليمي وخدت كلية تجارة وانا قاعدة في البيت. زي ما تقولي كده حاجة زي الانتساب بس منازل. وكنت فرحانة جدا جدا باللي أنا وصلت له، بس كانت حاجة واحدة اللي مضايقاني، وجود الراجل ده في حياتي. ولما مات قلت الحمد لله ده كرم من ربنا، أقدر بقى أعيش وأربي عيالي. ولادي قبل وفاة أبوهم كانوا يعني كويسين، مطلعين عيني زي أغلب الولاد، بس الحمد لله يعني مش بالدرجة اللي انت متخيلها. بعد أبوهم ما مات اتقلبوا هما الاتنين رأسا على، بقت سيئة جدا، بترد عليا الكلمة بكلمتها، وصوتها عالي دايما في البيت وخناق وزعيق، وبتتكلم مع أصحابها في التليفون تقول ألفاظ وشتايم وحاجات إحنا مش متعودين عليها في البيت. وكذا مرة ألفت نظرها ألاقيها بتزعق فيا وبتكلمني بتبجح وبقلة أدب. مش عارفة ليه اتقلبت عليا كده. حتى أخوها هو كمان بعد لما كان شاطر ومتفوق في مدرسته بقى فاشل جدا، وبينجح يعني زي ما تقولي كده على الحركرك. وبعد كده يا ستو انا اتغصت منهم هما الاتنين، وكنت دايما بهددهم اني هسيب البيت وهمشي، لكن كلامي ده ما كانش بيأثر فيهم. والبنت والولد كانوا بيزيدوا عناد على عنادهم، لدرجة ان قلت لابني لو ما نجحتش السنة دي في المدرسة انا هطلعك وهشغلك اي شغلانه. وقلت للبنت كمان ان هي المفروض تبدا تدور على شغل وتعتمد على نفسها، لان الفلوس بتاعتي مع معاش ابوهم اكيد مش هيكفي. طبعا انا طلبت منهم ده باللطف وبالحسنى، لكن برضو اتقابل بإساءة وقلة أدب. البنت تبقى قاعدة طول النهار في البيت ما تخرجش من أوضتها، حتى لو ندهت عليها في اليوم تقوم تشوف انا عايزه ايه، طبعا بعد تنطيط وزعيق وخناق وشخط ونطر. ومش بعيد كمان تشتمني وهي ماشيه. انا اتغصت فعلا من الاسلوب ده، وهددتهم ان انا هبعتهم عند جدتهم لابوها. هم مش بيحبوها لان معاملتها معاهم ناشفه جدا. وبعد كده يا ست وانا في الشغل بتاعي اتعرفت على حد هو يكبرني ب4 سنين، محترم جدا ومؤدب، والناس كلها بتشهد له بحسن الأخلاق. بس عيبه الوحيد إن هو متجوز وعنده 3 أولاد. كنا بنقعد أنا وهو نحكي على اللي بيحصل في البيت وعلى أولادي وعلى أولاده، وإنه حياته مش مستقرة. لا، ما هو بص خدي بالك، الراجل المصري كده يا حبيبة قلبي، تسأليه تقولي له أنت متجوز يقولك متجوز
هيدا كده عبيطه ملهاش اي لازمه، بس مطلعه عيني، بس مش مرتاح، بس مش متفقين، بس مقررين ان احنا هنتطلق، بس عايشين عشان خاطر العيال، وهو تلاقيه هو وهي جايين من السما امبارح، ولا جايبين شويه لب وفشار وقاعدين بياكلوهم. يعني ما فيش راجل مصري كده اصيل تساليه انت متجوز ويقول لك الحمد لله في ستر ونعمه من ربنا متجوز بس. يعني اعرفيها، تعالي نشوف اللي متجوز بس ده. وانا كمان يا ست كنت مرتاحه، وبقعد احكي له على ولادي واللي عاملينه فيا، لحد لما في مره لقيته بيفتحني ان هو عايز يرتبط بيا، وانه مستعد ان هو يصرف معايا على ولادي وما عندوش اي مشكله، وقال لي لو عايزه يجيب لي شقه بره يجيب لي، بس انا قلت له هقعد مع ولادي لاني مش هقدر استغنى عنهم. المشكله مش هنا، المشكله يا ست في ولادي. لما جيت فتحتهم الاتنين اتعصبوا وقعدوا، والبنت قعدت تهني بكلام وجمل ملهاش لازمه، وقعدت تقول لي انت ما صدقتي ان بابا مات علشان تتجوزي، ده انت يا شيخه حتى ما زعلتيش لما مات وكنتي فرحانه. انا يا ست مش هخبي عليكي، انا ما عملتش حداد يعني زي ما الستات بتعمل. لما كان حد بيجي يعزي وخلاص كنت بلبس اسود، لكن في البيت عادي كنت لابسه الوان وبنشغل التلفزيون وكل واحد على. المهم علشان ما اطولش عليكي، قعدت اقنعهم بالجوازه وهم مش راضيين، لدرجه ان ابني قال لي اقسم بالله لو اتجوزتيه لا هموت لك نفسي، والبنت قالت لي انا هسيب لك البيت وهمشي. رحت لجدتهم واتكلمت معاها، وقالت لي لو عايزه تجيبيهم هاتيهم خليهم عندي وملكيش علاقه بيهم، لكن ما تدخليش راجل غريب على ولاد ابني. انا الصراحه استغربتها، لان اللي مستغربك الصراحه. ماشي نكمل. وقلت لها خلاص اتفقي معاهم ان هم ييجوا يقعدوا عندي. الولاد رفضوا وقالوا احنا مش هنمشي ونسيب بيت ابونا، بس لو اتجوزتي حتى لو في شقه بعيد عننا مش هنعرفك تاني. والولد قال لي اقسم بالله هموت لك نفسي. انا مش فاهمه هم بيعملوا معايا كده ليه، هم كانوا عايشين وشايفين معامله ابوهم ليا، وشايفين ازاي انه كان بيبهدلني ويهني، وانا دلوقتي محتاره ومش عارفه اعمل ايه. مش هقولك ان انا هصرف نظر عن الجوازه، انا عايزه حل، بس ما حدش يقول لي سيبي الراجل وخليكي مع اولادك، لان انا عارفه ان ولادي كل واحد فيهم مسيره في يوم هيمشي ويسيبني. بالله عليكم تقولوا لي اعمل ايه، شوروا عليا. الموضوع معصبني جدا ومتغاظه منهم، وحاسه اني عايزه احط غلبي كله فيهم، لان اللحظه حسيت ان ولادي انانيين. بالله عليكم قولوا لي اعمل ايه، بس محدش يجرح فيا. انتي حكيت لنا القصه وحطيت لنا شرط ان محدش يقول لك سيب الجوازه. طيب خليني كده بقى احلل لك الموقف بتاعك من اوله لاخره. اكيد الناس كمان هتقول لك نفس كلامي، انتي قلتي لما ابوهم مات كان فيه وكان فيه وكان فيه، لكن لما مات انت ما احترمتيش مشاعر ولاده. انت مش عارفه هم اتقلبوا عليكي ليه. انت قلتي لما مات ما عملتيش حداد زي كل الستات، وكنت بتلبسي اسود لما الناس تيجي، وفي البيت عايشه حياتك. اي ابن او اي ابنه، اي ولد او اي بنت، ابوهم مهما بيعمل في امهم بس هو عندهم هو في المقام الاول. بيطلع عين امنا مبهدلها، بس هو في الاول وفي الاخر لما يموت نحزن عليه، لما يبقى فرحان نبقى فرحانين لفرحه. انت قتلتي عندهم ان هم يحزنوا عند ابوهم، حتى انت نفسك ما عملتيش حداد على ابوهم ولا البيت. الناس هتقول لي ما هو الحداد مش بلبس الاسود ولا الكلام ده. هي قالت انا ما زعلتش، يعني معنى كده بينت لهم الفرح اللي هي فيه، بينت لهم ان هي فرحانه لما ابوهم مات. هو في المقام الاول والاخير هو ابوهم، ده اللي عمل الفجوه بينك وما بين ولادك من اول المشكله. وانا حاسه يعني انتوا كمان اكيد اخدتوا بالكم ان هي عماله بتطلع في مساوئ ولادها، هم كذا هم كذا هم كذا، وبيعملوا علشان عايزه تاخدينا في صفك. لما انت بعتي لي المشكله قلت لك هتقبلي رايي بكل صراحه، هتقبلي رايي حتى لو كان رايي ده ضد رايك. قلت لي انا هقبل رايك وراي الناس مهما كان، فانا من حقي ان انا اقول لك كل حاجه. انت عماله تقولي لنا في مساوئ الاولاد عشان اقول لك لا سيبيهم ياخدوا على دماغهم وروحي اتجوزي. ولادك كبار، انت بتقولي البنت في الجامعه دي يعني عندها نقول 18 20 سنه، نقول عندها 20 سنه، يعني عروسه كبيره فاهمه وواعيه. ابنك اللي في ثانوي ده هيغير عليكي زيه وزي ابوه بالظبط، رايح شايف امه راح تتجوز، امه اللي ما حزنتش
فهيعمل ايه؟ عايزه تروحي ترميهم لجدتهم علشان تتجوزي واحد متجوز، ممكن لما مراته تعرف ان هو متجوزك في لمح البصر يسيبك ويرميكي ويروح بقى لمراته ام عياله اللي شايلاه ومراعيه بيته. اللي يسيب مراته وعياله علشان يجي يتجوزك هيسيبك انت كمان لما يلاقي واحده احسن منك، او يلاقي واحده ظروفها ماشيه مع ظروفه. فده يعني ما تامنلوش. انت بتقولي قولي لي حل، بس من غير ما تقولي لي سيب الجوازه. مش عايزاني اقول لك سيب الجوازه، خلاص معانا ما عنديش حل. لكن حل لو انت عايزه تسمعيني او عايزه تسمعي الناس، بنتك وابنك هم اولى بيكي. بنتك وابنك هم تحويشة عمرك. ارجعي تاني حاولي تقربي منهم، حاولي تقربيهم ليكي، حاولي تفهميهم ان انت ما كانش قصدك انك تستهتري بمشاعرهم تجاه موت ابوهم. بس ما اقعدش بقى اشحنهم ضد ابوهم، ده كان بيعمل وكان بيسوي وكان فيه وكان اللي عليه. قولي لهم يمكن الموقف ده يرجعهم تاني ليكي او يخليهم تاني حواليك. قولوا لهم انا اخترتكم انتوا، انا سبت الراجل اللي انا يعني اتعلقت بيه وان انا كنت احس ان انا اكمل حياتي معاه علشانكم انتوا، اخترتكم انتوا. يعني مش عايزه يكون اختياري ده غلط، ومش عايزه في يوم من بس مش اللي هو تجيبيها لهم بقى ان انت بتعايريهم ولا بتذليهم. ده انا سبت الجواز عشان خاطركم يا ولاد تيت. لا طبعا، تجيبيها لهم انا اخترتكم انتوا، انا يا حبايب قلبي اخترتكم انتوا واخترت ان انا اكمل معاكم. راجل مين ده اللي يجي يملى حياتي بعديكم ولا وانتوا موجودين وخلاص. لكن بقى ما تجيبيهاش بالطريقه اللي هي شوفوا انا عملت ايه، يعني ضحيت كاني كنت هتتجوزي نجيب سويرس. يعني معلش تزعليش، ولادك هم اهم من ما انت اتجوزت يا اختي مره. عملت ايه؟ انا عملت اشتكي هو منه مر الشكوى. خدي بالك كلهم زي بعضهم يا حبيبه قلبي، كلهم زي بعض. هو فين الراجل؟ ما عدا طبعا الراجل اللي بيقول تيت ولا مره جبانه. يا رب اكون قدرت اخفف من التوتر اللي انت فيه والانزعاج، ويا رب تاخدي برأيي وإن شاء الله تبعتي لي كده وتقولي إن أنت اقتنعتي برأيي. والناس كمان، ده أنا مش هحجر على رأي حد، هم كمان هيقولوا لك آرائهم. أتمنى يا جماعة تقولوا آرائكم وكومنتاتكم وتعليقاتكم، ويا رب إن شاء الله تلاقي الرأي اللي ترتاحي ليه. وأشوفكم بكرة بإذن الله في يوم جديد ومشكلة جديدة. وافتح قلبك مع ستة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.